كيفاش المغاربه غيثيقوا فينا غدا؟ راه حتى ما يبقى يثيق فينا. راني قلتها ليه، قلت سي محمد راه خصنا نتعاونوا، ماشي التدافع السياسي العقيم ولا ما نديروا بداك الشيء، خصنا نتعاونوا على المصلحه ديال الساكنه ديال هذه البلاد، وان شاء الله غادي نديروا في يد مور الانتخابات. لما لا الا كتستقبل الانتخابات، ولكن كيصعب لان كيكون تنافس، ولكن مور الانتخابات ان شاء الله نديروا في يد باش يكون الرابح الاكبر هما نتوما. حنا بغينا ننتصروا الوطن وبغينا ننتصروا المصلحه لكم والتنميه ديالكم. بغيت غير نعرف انا بكوني بصفتي مواطن مغربي، بغيت غير نعرف حلل وناقش، واش هاد الاحزاب السياسيه واش ما عندكم شي علاش تحشموا؟ واش ما كتخافوش من الله عز وجل؟ واش ما كتخافوش من الله سبحانه وتعالى؟ دابا على من كتكذب انت؟ انا بصفتي مواطن مغربي والله لا ثقت بك كحزب اشتراكي ولا حزب الاصل والمعاصره ولا العداله ولا شكون ما بغيتو تكونوا، كاملين فيكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. باقي عاد كتخرجوا تهضروا مع الشعب كنقصد الشعب اللي واعي، اللي مثقف، اللي عنده درايه بشني واقع شني كاين. كتجمعوا جوج الحبات ديال الناس، دق صدق 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 صدق، صافي قطعتوا الواد نشفوا وجهكم. صافي دابا انت غادي تقولي جوج كلمات خاص دمرني انا. لحيتي كامله عاده في هاد الارض السعيده، لا تغطيه صحيه، لا تعليم فحال الناس، لا بنيه تحتيه. شنو زعما نتوما كاحزاب؟ شنو زعما نتوما كاحزاب سياسيين زعما كان عندكم مناصب في الدوله؟ شنو زعما نتوما هما عندكم دوك جوج الريالات كتضحكوا بها على الشعب؟ انا والله ما تضحك عليا لا انت ولا اللي يجي معاك. انا والله ما نثق بك واخا تعمل يدك في العافيه او ديال السي الزين، انا ما نثقش بك انت ولا اللي يجي معاك. كاع الاحزاب السياسيه دون استثناء، دون استثناء كنقول. وراجل واحد اللي نقدر نثق فيه انا في هذا المغرب كامل، راجل واحد من بعد الله سبحانه وتعالى ومن بعد جلاله الملك، والسي عبد الرحيم بوعيده. اذا طلع رئيس الحكومه هذاك هو اللي نقدر نثق فيه انا، لا اقل ولا اكثر. واش ما كتحشموش؟ واش الاحداث السبته يلا عاد خوتنا مساكين شي تدفن، شي بقى في البحر، شي مسكين لا حول ولا قوه الا بالله. علاش هاد خوتنا هاجروا وبغاو يمشيو لديار اوروبيه وبغاو يمشيو للسبته المحتله؟ علاش شنو السبب؟ طبعا حنا ما كنشجعوش على الهجره يعني الغير شرعيه، ولكن علاش شنو السبب اللي كيجعل المواطن يهرب من الوطن ديالو؟ شنو كاين شي جرو كيهرب من الدار ديال العوس؟ واش دابا صافي زعما كتقدروا تغطيو على كلشي؟ والله ما تغطيو، والله ما تقدروا تغطيو على هاد المآسي اللي كيعيشها المواطن المغربي، ولا تقدوا بالله العلي العظيم. الكوارث ما بعدها كوارث كنعيشوها في هاد الارض السعيده، حتى شي حق من الحقوق ما كيتم هو هذاك، حتى شي مشروع ما كيكمل هو هذاك، حتى شي حاجه في هاد الارض السعيده ما كتكمل هي هذه كما ينبغي. المشكل الواحد هو انكم باقين كتخرجوا عند هذا الشعب وكتهضروا معاه كل واحد وزعما كيخرج بديك زعما ديك البراتيك ديالو وديك زعما ديك الباسينسيا وديك جوج د الريالات في الجيب كيفرقوهم على داك الشمايت اللي كيردحوا لهم ويصفقوا لهم ويطبلوا لهم ويغيطوا لهم، كيسحب لهم صافي. هذاك هو الشعب المغربي. لا سيدي، الشعب المغربي ماشي هو هذاك اللي مدور بكم، هادو اللي مدورين بكم غا واحد مع احترامنا للناس ومع احترامنا لاي واحد، غا واحد يعني واحد المجموعه ديال الجهلاء لا يعون يعني اين المصالح ديالهم ما الله اعلم، ما نعرف. علموا لله كيفاش كيفكروا داك الناس. انا تجي واخا تعطيني مع شنو تعطيني، والله لا صفقت لك لا انتينا ولا اللي يجي معك، وما كنثقوا في حتى شي حزب، وما عندنا حتى شي ثقه في حتى شي حزب من الاحزاب قط دون استثناء. كنثقوا من بعد الله سبحانه وتعالى جلاله الملك نصره الله، لا اقل ولا اكثر. والراجل الوحيد اللي يمكن لي نصوت عليه هو السي عبد الرحيم بوعيده. رفعت الاقلام وجفت الصحف. شنو غادي نقول لكم من الاحزاب السياسيه؟ كمواطن مغربي كنشوف الصحه حاله يرثى لها، كنشوف التعليم حاله يرثى لها، المشكل ديال الاساتذه حاله يرثى لها، كنشوفوا راسنا ماشيين في واحد الواد
أقسم بالله العلي العظيم يندى له الجبين. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله ما عندنا ما نقول لكم. الأحزاب السياسية، الأحزاب السياسية، الشراكيين، العدالة والتنمية، الأحرار، كاملين بكم. حسبنا الله ونعم الوكيل. عليكم من الله ما تستحقون. اللهم أرنا فيكم عجائب قدرته. علاش كتدهمرونا؟ كتبغوا تغطيو الشمس والغربال، ما كتحشموش، ما كتستحياوش. انهبتوا وسرقتوا وشفرتوا وباقيين كتخرجوا كترقصوا على الالم ديال المغاربه، كترقصوا على الالم ديال المغاربه. ها وتجي تقول لي حنا كنعرفوا فوقاش نرقصوا، نعرفوا فوقاش نبكيو. فوقاش بكيتي؟ ولكن حنا ماشي كنسطحوا على شي حاجه اللي ماشي ديالنا، ما كنبكيوش على شي حاجه اللي ما كتضرناش. حنا انسان كنبكيو وقت البكاء وكنفرحوا لخوتنا وقت الفرح. فوقاش بكيتي مع الناس د الحوز؟ فوقاش بكيتي مع الناس د الفنيدق اللي شديتو بات سبته من نهار شدت بات سته عباد الله بدات كتمشي تموت في البحر؟ فوقاش بكيتو مع المغاربه في غلاء الاسعار؟ فوقاش بكيتو مع المغاربه في قله الصحه؟ فوقاش بكيتو مع المغاربه في قله التعليم والتهميش؟ فوقاش بكيتو مع المغاربه؟ فوقاش؟ سي نعرف غير فوقاش بكيتو معانا؟ فوقاش بكيتو معانا في الفيضانات وعباد الله كتموت؟ ها فوقاش بكيتو معانا؟ فوقاش بكيتو معانا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. والله ياخذ فيكم الحق. كل حزب سياسي باقي كيخرج من عند الشعب يهضر معاه، ولا انت كحزب والله ما عندك الوجه. اذا غادي تخرجوا تهضروا معنا بادروا بالاصلاحات هي الاولانيه، واجوا نتحاسبوا معكم بالواحد. واحدا تلك الاخر. اجننا من اين لك هذا؟ اجننا شنو عندك في الثروات؟ شنو مبيض الاموال وشنو مهرب الاموال؟ واجي شنو عملتي؟ شنو كسبتي باسم ولادك؟ واش نتحاسب معك انا كمواطن؟ عادي لا غادي نعاودوا من ازيرو. كتضحكوا على هذا الشعب كيف ما بغيتوا، كيف ما قال لكم عقلكم. كتلعبوا على داك الصباع اللي كيحرق. كتقصدوا ديك الفئه المهمشه مغلوبه على امرها مره. حنا كاملين مغلوبين على امرنا، ولكن والله ما صدت تضحك عليا. الزين والله ما تضحك عليا. واخا تجي تعطيني شكاره د الفلوس والله ما تضحك عليا. والله ما شتي قطاع الصحه معدل كما ينبغي للمواطن، ما يبقاش في هذه التبهديله هذه كيموت باب الطبيب، وما شوفش قطاع التعليم يعني كما ينبغي، والمؤسسات والجهات. والله ما نثق بكم، كنثقوا في الله وفي جلاله الملك نصر الله لا اقل ولا اكثر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.